الجيزه نحل المشاكل اللي فيها، ارجوك ارجوك. الشوارع، الاشارات، التكاتك، الشوارع الجانبيه اللي بقت كلها باعة جايلين. هو الناس اللي بتدفع ايجارات دي بال20 وب50 الف في مكان معين في محل ملوش نفس يعني انه يكسب؟ البائع الجائل ده اللي واقف مغطي عليه وسادد الشارع كله. يا جماعه، يا ساده محافظ الجيزه، مش هقول لحضرتك روح بعيد، انزل الهرم شارع العريش الساعه 8 بالليل، انزل كده مع نفس حضرتك كده، اتمشى لوحدك على رجليك مع صديق ولا حاجه، وانزلوا اتمشوا، ما تعملش حاجه، اتفرج بس. في 1 أو 2 بانيين محل في الشارع، بانيين عملوا مبنى في شارع العريش يا جماعه، في الهرم في الجيزه. ده انا بشوفه يعني، بعدي كتير رايح جاي شايف ده بعيني. اكلمك عن تفصيليات الشوارع؟ تحب اكلمك في كام حفره في الارض؟ انا اعد لك اللي في الجيزه وفي اسكندريه وفي القليوبيه. الفكره بقى ان انا لفيت كتير قوي، فبشوف بعيني كتير قوي، وشكاوي كتير قوي بيجي نفس الشكاوي.